به تنكشف الكربات، وتستنزل البركات، وتستجلب الرحمات. إنه الدعاء مخ العبادة، وباب الخير والسعادة. وللدعاء آداب، منها توحيد الله تعالى، والإخلاص له في الدعاء، إطابة المأكل والملبس، استقبال القبلة ورفع اليدين، حضور القلب مع اليقين في الإجابة، الثناء على الله تعالى قبل الدعاء بما هو أهله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، الإكثار من المسألة والإلحاح فيها، إخفاء الدعاء وعدم الجهر به، الجزم في الدعاء وقوة اليقين، عدم استعجال الإجابة. ومن الأمور المعينة على إجابة الدعاء تحري الأوقات والأماكن الفاضلة والأحوال المناسبة. فمن الأوقات الفاضلة وقت السحر، الثلث الأخير من الليل، آخر ساعة من يوم الجمعة، وقت نزول المطر، عند سماع الأذان، وبين الأذان والإقامة. ومن الأماكن الفاضلة المساجد عموما، والمسجد الحرام خصوصا. ومن الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء دعوة المظلوم، دعوة المسافر، دعوة الصائم، دعوة المضطر، دعوة الوالد لولده، ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.